يامال يسكت كل الألسن والأفواه ويقول لهم أنا موجود. هدفين وأسيست وشوط رائع جدا يقدمه. الأمر الثاني، يثبت أروخو أن دفاع برشلونة بوجوده في خطر. في خطر. صحيح أن الهدف الأول أوف سايد من وجهة نظري، ولكن لا يمكن أنت مدافع تشوف الكورة تمر قدامك ما عندك أي رياكشن. والهدف الثاني أعتقد شخصيا أيضا يتحمله أروخو، أن الكورة كانت بينية وقدامه هو. واضح أن الدفاع في خطر مع أروخو. الأمر الثالث والأخير، اليوم في لمسة غريبة جدا وتقريبا شاهدناه في معظم الشوط الأول. نشوف رافينيا تقريبا يلعب كمهاجم وهمي، وليفا ينزل كثير للتحت. لاحظوا الشوط الأول هذا اللي صار، وهذا أدى لأمر خطير جدا، غياب ديونج وبيدري. الشوط الأول ما بينوا أبدا. ليش؟ لأن ليفا نازل وهم اضطروا ينزلوا شوي تحت. أعتقد أن هذه المسألة راح تسبب مشاكل لو اعتمد عليها فليك في معظم مباريات الموسم القادم، إلا لو في خطة في باله، وهذا هو المتوقع.